الأنيميا من الأمراض اللي ممكن تقلق أي أم، وهي حقيقي من الأمراض اللي ممكن تأثر على حياة ومناعة الطفل عمره كله. في كتير من الأسئلة بتدور في مخ كل أم عن الأنيميا، أعراضها، إمتى أروح أعمل تحليل، أكله إيه، أدي علاج ولا لأ. تابعيني لآخر الفيديو وأنا هرد على كل أسئلتك. معاكم دكتورة زينب عبد اللطيف، استشاري الأطفال وحديث الولادة، واستشاري دولي رضاعة طبيعية وتغذية علاجية للأطفال. حقيقة أعراض الأنيميا ممكن تيجي بشكل هادئ وبطيء، وكتير من الأمهات ما ياخدوش بالهم منها، لكن لازم ناخد بالنا إن لو ابني بقى كسول، بقى فيه خمول، مبقاش بيلعب زي الأول، بقى بينهج من أي مجهود، أو لو طلع السلم تركيزه بقى أقل، في شحوب في وجهه أو في شفايفه، ضوافره بقت متشققة أو بقى فيها بهتان، كل دي أعراض تدل على إن ابني ممكن يكون في أنيميا. طب إيه أول خط دفاع أعمله؟ أول حاجة إن أنا هبدأ بالأكلات اللي تزود نسبة الحديد، زي إن إحنا ندي الكبدة مرة أو مرتين في الأسبوع، ندي لحوم حمراء، ندي سبانخ، ندي عدس أصفر، ممكن ندي صفار البيض. وكمان ما ننساش ندي الأكلات اللي تزود امتصاص الحديد اللي فيها فيتامين سي، زي عصير برتقال أو عصير ليمون بعد الأكل بنص ساعة. ناخد بالنا نتجنب من الأكلات اللي قلل امتصاص الحديد، زي إن إحنا ندي ألبان كتير، أو ندي قهوة أو شاي حتى لو بكميات قليلة، أو ندي الأكلات المصنعة واللي فيها سكريات عالية. طيب أنا لمدة أسبوعين وما لاحظتش إن في تحسن، في الحالة دي بقى لازم أروح أعمل التحاليل، ولازم أستشير طبيبي اللي هو ممكن نعمل فيها صورة الدم، وممكن نعمل مخازن الحديد وكل روابط الحديد، ونقرر ساعتها إذا كنا ممكن هندي علاج أو الأمور هتمشي إزاي. ما تنسيش إن الأنيميا ممكن تأثر على حياة طفلك كلها وعلى مناعته. دمتم بحب وعافية مع أولادكم.